الأهلي بيتقدم خطوة جديدة نحو صدارة الدوري المصري الممتاز. 4 أهداف أمطر بيهم النادي الأهلي شباك نادي الاتحاد السكندري مقابل هدف وحيد لزعيم الصقر. النادي الأهلي بيقدم أداء ولا أروع مع مارسيل كولر النهاردة. 4 أهداف ولا أروع. الهدف الأول كان لمهاجم الفريق وسام أبو علي، أما الهدف الثاني كان لرضا سليم. الهدف الثالث كان لعمر كمال من تسديدة ولا أروع. أما الهدف الرابع كان من ركلة جزاء لمحمود كهربا. طبعا نادي الاتحاد السكندري قدم شوط أول ولا أسوأ في تاريخه، بل ومنذ بداية الدوري المصري هذا الموسم. طبعا كانت فرصة النهاردة للاتحاد السكندري علشان خاطر يقدر يوصل لبطولة الكونفدرالية بعد منافسة جديدة مع نادي انبي. طبعا النادي الاهلي عنده مباراه مهمه في نهائي دوري ابطال افريقيا مع الترجي التونسي. مارسيل كولر النهارده بدا بتشكيله يعني اقرب الى الاساسيه الى حد ما، ولكن غياب كبير للاعبين الفريق منهم الشناوي واليو ديانج ولاعبين كتير في النادي الاهلي استعدادا لمباراه النهائي اللي هتكون مع الترجي ان شاء الله في تونس. طبعا الاهلي بدا بتشكيله هجوميه ساهمت في ان الاهلي يقدم في الشوط الاول اداء اكتر من رائع، سجل من خلاله 3 اهداف في الشوط الاول، ولكن نادي الاتحاد نزل الشوط الثاني بتشكيله هجوميه وباداء كبير خلاه يتقدم بهدف، ولكن ما قدرش يرجع حتى احتساب ركله جزاء على المدافع الفريق، واللي تسبب فيها لاعب الاهلي كريم فؤاد بعد تبديله في الشوط الثاني. طبعا الاهلي الفتره دي بيركز على مباراه النهائي مع الترجي اللي هتكون في تونس ان شاء الله، واللي مارسيل كولر بيستعد فيها علشان خاطر يحقق لقب جديد ورقم قياسي جديد مع النادي الاهلي من حيث تحقيق البطولات. طبعا النادي الاتحاد السكندري كان بيأمل في الفوز النهارده، ولكن يعني مارسيل كولر وقف تقدم الاتحاد علشان خاطر يشارك في الكونفدرالية، ولكن المنافسة مع نادي انبي مستمرة حتى نهاية الدور الأول. ده اللي هنشوفه الفترة اللي جاية. وطبعا المقاعد الخاصة بالأول والثاني الدوري هتكون طبعا لدوري أبطال أفريقيا، أما الثالث والرابع هيكون من ضمن المتأهلين لبطولة الكونفدرالية. الاحتمالات لحد دلوقتي بتقول إن بيراميدز خلاص يعني بنسبة كبيرة هيكون أول المشاركين من مصر في دوري ابطال افريقيا، وفي انتظار مؤجلات النادي الاهلي. اما بالنسبه للكونفدراليه فامرها يعتبر يعني شبه محسوم ما بين الزمالك وانبي او الزمالك والاتحاد السكندري، وده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه بعد نهايه مباريات الدور الاول.